النهاردة هنعمل مع بعض الطحينة البيتي بطعم احلى من الجاهز وبمكونات بسيطة جدا. علشان نعمل الطحينة هنحتاج كوباية سمسم ابيض محمص وكوباية دقيق ابيض. معايا هنا طاسة او صينية هحط فيها كوباية السمسم وهحمصهم. انا هنا هحمصها زيادة عن كده لان انا محتاجاها تكون غامقة، الطحينة اللي هي الغامقة، الطحينة البني. انما لو انت حابه ان هي تكون طحينه بيضه ما تغمقهاش عن كده، هو اللون الذهبي الفاتح حلو جدا. هحمصهم كويس وهفضل ان انا اقلب فيهم لحد ما ياخدوا لون غامق شويه، بس تخلي بالك عشان ما يتحرقش. واول ما ياخدوا اللون المطلوب هطفي عليها النار على طول. انا هنا اخدت اللون المطلوب مني، هي هنا بس الاضاءه كانت غامقه شويه، ما تزوديش عن كده عشان ما تتحرقش منك، عشان ما تديهاش طعم ان هو هيبان ان هو محروق يعني. وده شكلها بعد ما خلص. برضو في طاسة او في صينية الدقيق اللي هي كوباية الدقيق هحمصها برضو، بس مش هاخدها لون، لا انا هطلع بس الرطوبة اللي فيها، انا مش عايزة اي لون للدقيق. واحط ايدي كده عليه واشوفه إيه لو دافي هقفل عليه. هو هنا انا لقيته دافي، هقفل عليه بقى على طول. ومعايا الكبة بتاعه التوابل، هطحن السمسم كله، هطحنه على مراحل طبعا. هي الكبه بتاعه التوابل احسن حاجه علشان خاطر ان هي بتطحن السمسم حلو جدا وبتطلعه ناعم ناعم جدا جدا جدا، ما بتسيبش فيه اي سمسميه مثلا ما اتطحنتش. بعد كده هجيب الخلاط، وده شكل السمسم كله بعد ما طحنته كله. معايا بقى في الخلاط الشفشق بتاع الخلاط، حطيت السمسم وبعد كده هضيف الدقيق، هضيف الدقيق كله مره واحده. وبعد كده هحط الزيت. معايا هنا نص كوبايه زيت، وما تزودوش عن نص كوبايه زيت علشان خاطر ما يبقاش خفيف قوي معاكي، لان هو كده كده اصلا بيتقل بعد ما بيبرد خالص. فانا هنا معايا نص كوبايه زيت ومعلقه صغيره من الملح. شغلت الخلاط بقى عليهم وهضربهم كويس جدا. واول ما الاقي ان في دقيق متكتل كده في الجوانب هنزله بالمعلقه او بالسبيتيولا، وهفضل مشغله الخلاط لحد ما الاقي الخليط بقى كريمي وناعم معايا خالص. شايفين انا هنا عملت علامه على المعلقه علشان اشوف القوام بتاعه، لو كان الخليط لازق في بعضه تاني يبقى كده كان سايل قوي، هو كده قوامه مظبوط جدا. شايفين من كوبايه دقيق واحده عملت 425 جرام من طحينه، يعني حاجه كده جميله جدا، وكانت ريحه المطبخ يعني تحفه. شايفين القوام عامل ازاي، ناعم وكريمي ومليان طعم كده. الطحينه البيتي الجاهزه عامله زي الجاهزه بالظبط، بل والله طالعه احسن من الجاهزه بكتير. هسيبها تهدى خالص ومش هغطيها نهائي لتاني يوم، لان القوام انا عايزاه يتقل عن كده بكتير، لان هو اصلا لما بيتساب لتاني يوم القوام بتاعه بيتقل. جربوها وما تنسوش تقولوا رايكم في الكومنتات وتفعلوا زر الجرس عشان تتابعوا كل جديد.